بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة بخير وهنا، كل سنة وانتم فل وياسمين، وكل عام وانتم بخير يا حبايبي. الله يسعدكم ويهنيكم. شفتوا غدانا النهاردة ايه؟ ملوحة بألف هنا وشفا على قلوبكم. أكلة دي الصراحة احنا زي ما شايفين قدامنا في رمضان، يعني قبلينش أي حاجة. الملوحة تعال تفضل معانا، والبطاطس المقلية والدنيا الحلوة. الله يسعدكم ويهنيكم ويرضى عليكم يا رب. كل عام وانتم بخير، كل عام حبايبي في جميع أنحاء العالم، في جميع أنحاء العالم بخير وسعادة وراحة بال. اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين، يعودها عليكم بالصحة واليمن والبركات. بردي كل سنة وانت طيبة. يوم الدنيا ازاي تقولي؟ ده انت الدنيا، انت الدنيا الحلوة المنورة. كل سنة وحبايبي، كل سنة. برضو انا يزعلوا مني حبايبي اللي في بني سويف ولا في جميع المحافظات. كل عام وانتم بخير ويعودها عليكم ايام سعيدة وجديدة. اللهم امين يا رب العالمين. هذه النهاردة ايه غدانا كده؟ الحمد لله كده، الحمد لله. نعمة. صلوا على النبي، صلوا على النبي. وأنا ومصلية، وكل عام وأنت بخير يا أم محمد. مصلية والله يا أم محمد على النبي. تقول لي اذكري اسم الله على طول يا أم غادة. والله ذكرها طيب. واحنا معنا يعني معنا ايه ومعنا مين غير نذكروا اسم الله ونسموا على رسول الله. والله طبعا انا انسى ان كل خبور ناكله نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل ما نقطع خبور نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله يا رب، الحمد لله. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير يا ام محمد ويوم عمرو ويوم بص عتزعلوا مني، عتزعلوا مني. وكل عام وانت بخير حبايبي في جميع انحاء العالم. الله يسعدكم ويهنيكم، الله يخليكم. ادي ايه بطاطس نقليها، والموجود حنحطه ونعمة ورضا. طبعا ولا حد قابل ياكل طبيخ ولا لحمة ولا أي شيء ولا أي شيء. فحتى أنا لما طبخت يوم الرحمة ما كترتش أصناف، ما كترتش كميات، عشان أنا عارفة بعد الإفطار ما فيش حد يقبل نفسه تقبل حاجة. عاوزة الجبنة، عاوزة الحاجات اللي زي دي، المقليات والكلام ده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. برضه حبايبي، حبايبي تزعلوا من ام غاده. طب ام غاده مش حبيبتكم؟ طب واحنا لينا غير بعض ان تزعلوا؟ برضه حبايبي، برضه لا. طبعا زي ما انتم عارفين نحب ننام على الكلام الحلو هنيكم وصوتكم نحس صوتكم كده، صوتكم معايا في كلامكم اللي زي العسل اللي تقولوه. والله العظيم ما ننام الليل لولا ما ايه غادة تقرأ لك كل التعليقات. تعالي يا ماما. وكل كلام يشرح القلب، كل كلام يريح النفسية، كل كلام يا رب يجعل كله في ميزانات حسناتكم. كل ايد عتتمد على كتابة وعلى تعليق وعلى لايك وعلى اعجاب وعلى اي حاجة انتوا عتحطوها بايدكم، الله يسعدكم ويهنيكم. وإيدكم دي شاء الله ما يلمسها مرض ولا جسمكم ولا أي شيء فيكم. اللهم أمين. أنا وأنتوا وكل حبايب اللي سامعيني على الكلام الحلو، على كل شيء حلو، كل كلمة حلوة عتقولوها عتخلي نفسيتي أنا مرتاحة على الآخر. الله يسعدكم يا رب. هذه إيه طبعا الحاجات دي حاجات بواقي رمضان. كل عام وانتم بخير، الله يسعدكم يا رب. هذا نحطوا البطاطس ونمشي شوية بشوية. وطبعا انتم عندكم كل اللي طالعة نقولها، كل اللي طالعة نعيد عليكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم في سعادة وهنا وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. انتوا الشي الحلو في حياتنا، والله ربنا يعلم. وانا طبعا كماني احنا كلنا في بعض مع بعض كده حلوين. الله يسعدكم ويهنيكم. شوية كده وشوية كده، والحياة الحمد لله تمشي يا حبايبي، تمشي ان شاء الله.
الله يسعدكم، الله يسعدكم ويهنيكم. أنا طبعا جايبة الخيار صغنون كصبعين الأطفال كده، وهالكبيرة أهدي. فلما نقطعها هتديني صغير صغير، فأنا نقطعها بالطول بالطول تديني حجم على أكبر. طبعا وأنا البصل ده مش بصل بلدي يا جماعة. أنا صح مش بصل بلدي يا جماعة، ده مش بصلنا حراق ومخدر وما ينفعش كمان حتى لما يتضرب في الكبة صنينة، ده فوق الوصف والخيال يا جماعة. بلد بصلية ده؟ قالوا لي لا ده بصل غريب مش بلدنا. قلت ماشي، ما اصلا عارفاه مش بتاع بلدنا. بلدنا ابيض وتاكليه كده خفيف فيهش يعني صنينة ولا حاجة. تحس زي تاكلي كده تقعد ما في الفقوس. الفقوس ايوه. الفقوس يا جماعه، احنا في بلدنا نقول الفقوس، لكن في المحافظات اسمها القته. لا تاخدوش على ايه، كل بلد لغتها وهتطلع الصراحه. عشان انا مش هنرسم نفسي ولا مزيفه. رحت قلت من الاول للاخر فقوس، لكن هو في كل مطرح اسمها القته، لكن احنا عندنا في بلدنا لا الفقوس. واللي هيعوز برضي فيش حاجة يعني، فيهاش حاجة إن الواحد يغير من حياته، يغير للأحسن. أنا نقول الأتة. كلمة حلوة نقول الأتة. بس إحنا طلعنا من الصغر قلنا فقوس. لا ال- البيئة تغلب. طبعا ده شيء يعني ما فيهش. البيئة هتغلب فطلعت مني غير أرضية، قلت الفقوس. وقلت لا يا عمي خلينا على وضعنا. الحمد لله، الحمد لله، نعمة ورضا. يلا كل دلوقتي التلاجات هتصفصف ان شاء الله ان شاء الله. بس الواحد يفوق والناس تطلع وتدخل، يبقى يروح يتسوق ويجيب الحاجات المطلوبة في بيته. بس لقيتك الموجود يسد. نعمة ورضا والحمد لله، وكل عام وانتم بخير. طبعا اوعى كل نسيتوني في الشوكولاتات، اوعى نايبي، اوعى. انا قلت ما تزعلونيش منيكم الشوكولاتات الا بالشوكولاتات. انا دلوقتي داخله كل بيت عنده حاجه يقدمها لي. فيش انا بلد ولا محافظه ولا خارج مصر وجوا مصر، ما انا دلوقتي قدامه. فطبعا بصوا قدامكم كده وشوفوا في البونبونات، شوفوا الشوكولاتات يعني كرامة الضيف برضي. الله يسعدكم، ده انتوا الشوكولاتات، انتوا الحلو، انتوا النور، انتوا كل شيء في حياتنا، والحمد لله نعمة. الحمد لله، الحمد لله. ادي جماعة حلو زي الفل. طبعا ده تحشق غادة، بس نار نار نار. بس فعلا شلته من قدامها، شلته فعلا من قدامها، انخف عليها. اصل ده نار. فشلته وكده بعد على فكرة، وشلته وبعد ما شلته طلعته في وين. كمان ما ترموهش يا جماعة في الزبالة. هو حلو طعمه جميل للمش، ينفع يوم غدا هو، وبعد ما يتقلي في المش روعة روعة، يبقى جميل. بالعكس هو المش النمالح يشدها ويخليها يعني يشدها تبقى قوية وتشد شوي. وبألف هنا وشفا على قلبكم. البصل ده أنا عاملاه بدري عشان قلت لكم بصل نوعها حراق مخدر كده. ده أنا عاملاه من الصبح في الخل وفي المية المتلجة. وبألف هنا وشفا والليمون. وقلت الغدا ماما اكل طرفة من الفلفل، ما تاكلهاش تصلش حتى للنص عشان نار. قالت له حاضر. بعد ما حاضر بقيت تسلخها من فوق لتحت، قلت طلعها زي الشريحة. قلت لها هاتي، سحبتها من قدامها. يا ماما احنا فاطرين احنا. قلت لها لا يا ماما تشتغلي دواعر على الكبد. لا يقولوا لا، قال زين الشطة للكبد غلط. مين قال الزين؟ ده نار اعتهر يا جماعة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ممكن يكون فيها فوايد الشطة البرادة العادية اللي أنا حشوها، لكن أنا عن نفسي
فمبدئي إن النار دي الحراقة لا طبعا صعبة. وادي الملوحة على فكرة جايبينها لها 3 أيام، ونشتروها يا جماعة بدل ما نشتروها سمكة كبيرة، احنا نقولوا له قدامكم قطع ومقطع ويحطها لك في الخلاط، وتودي كل اللي عاوزة الخلطة بتاعتها، تودي الليمون، تحط الفلفل الأخضر، تحط طماطم والطحينة وتوديها له. وهو وفي واحد تاني لا، ولا تودي له أي حاجة ويجيبها لكم مكلفة زي العسل. وبس الرجل ده قافل من قبل يطلع لي أكتر من 10 أيام قافل، حتى جنب بتاعنا السوبر ماركت قالوا لا ده بدري قافل، ده انك تعوزي تدفع الفلوس تاخديها من الاخر. لكن ده طبعا عشان ده موسمه، لا انتوا هاتوا الحاجات وانا نعمل لكم، وتودي الحاجات وتعمل. لا طبعا هو حاطط خل وحاطط كمون وكزبرة وشطة وطماطم وفلفل أخضر، بس في بيته كنت برضه تحط، أنا عم حط ليه عشان عاوزاش ناكلها مالحة ومركزة. لا غادة عاوزاها مركزة، خلي بالكم أنا عاملة هنا طبقين، هي عاوزة كل حاجة فيها أقل أقل أقل. يا بنتي خيرك الشير، قالت لي لا، قلت لها خلاص براحتك. انا حطيت الخل كتير، حطيت زيت كتير، حطيت هنحط ليمون كتير، وهنحط حاجات اكتر من غادة. وبألف هنا وشفا على قلبكم. هتقول لي تاكليها كده قال فيها ريحة، قلت لها عشان نتعبوش، عشان نتعبوش، عشان الأملاح وكده، واحنا طالعين من صيام. وبألف هنا وشفا على قلبكم. فأنا هنحط الليمون ده كله على فكرة، وفي الكاميرا ما جابتش كل اللقطات، ده أنا حاطة 5 ليمونات، ده كتير ولا يعمل حموضة ولا يعمل أي شي في جور الملوحة ده يا جماعة. بس عندي أنا المركز، عندها هي مركز، أنا مش مركزة لغاية ما نرخيها خالص. وبرضه هنحط فيها كمون وكزبرة كده زي الفل. برضه هنحط فلفل ومخلوطة بفلفل، الفلفل اللي انتوا شايفينه في الطبق ده بتاع الطماطم والخيار ومودين. وبألف هنا وشفا. والعيش الشمسي طبعا لا دي هي بتاعت الشمسي. كان زمان يا جماعة الملوحة، هتاكلوا ملوحة هناكلوا ملوحة. يبقى كانت ستي والناس بدري في العزب يخبزوا عيش البتاو، واللي جاب ملوحة فجأة وعياكل ما عنداش عيش بتاو، لا هاتوا من الجيران عيش بتاو. لا في البتاو سيبك، اوعى تقولي لي بشاميل ولا مشوي ولا مقلي ولا شي في الدنيا. الملوحة بالبتاو لا حاجة سبحان الله ولا توصفت، ولا حيتوصف اللبن بالبتاو، ده فوق الوصف والخيال. الحاجات دي طبعا انقرضت. بص الطبق اللي انا حاطه فيه حاجات كتيره لونه غير الطبق التاني بتاع غادة اللي عاوزاها مركزه وعاوزاها وزعاوزه، لكن انا لا طبعا الليمون والخل والزيت والحاجات دي خف لونها وكده تمام. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلام وأمان وراحة بال، اللهم أمين. ونتجمع في الفرح وفي السعادة وفي الهنا وفي كل عيد، وكل عيد وانتم معايا بخير وسعادة.